يسعد لي مساكم حبيباتي. كيفكم؟ اليوم راح أسوي لكم تتبيلة الشاورما اللي سبق سويتها في رمضان وعجبت الكثير تتبيلة الشاورما مرة سهلة وما يبيلها شيء. طبعا عندنا صدور الدجاج تكون مقطعة صغار، وهذه هي كل المقادير، كلها مقطعة قطع كبيرة لأني حطحنها في معدة الطعام هنا. بصل وطماطم وفلفل وثوم وبقدونس. يمكن تبي ترتاعون من كمية الثوم، بس يعني معليش، شاورما يعني ثوم. إذا أنتم تبوا تقللون الثوم براحتكم، يعني ممكن 10 فصوص تكفي بالغرض. هنا أنا استخدمت صحن دجاج واحد من الصدور، ومعها بصلة كبيرة وطماطمة كبيرة وفلفل والثوم، حطوا 10 فصوص. تبي تقللون الثوم هذا أمر راجع لكم، بس هو اللي يعطي طعم ونكهة مو طبيعية. بقدونس، حبة زبادي، عصير ليمون وخل ومعجون طماطم. البهارات اللي بستخدمها بابريكا وبهارات الشوي أو بهارات الشاورما حسب ما تحبون، بهارة دجاج وفلفل أسود وملح طبعا. ودلوقتي يا حبيبتي حناخد كل المقادير دي اللي قدامك وحنخلطها بالفود بروسيسور ونتبل فيها الفراخ. الحين تشوفون هنا خلطت كل المقادير اللي تو عرضتها، البصل والفلفل الرومي والثوم والبقدونس والزبادي والبهارات، بخلطها الحين. هذا الخليط جهز. الحين بصب على الدجاج وأخلطه زين عشان ينقع بالتتبيل. طبعا يا بنات الخل ضروري للدجاج، هو اللي يطري لك إياه. بشكل عام يعتبر مطري للحوم، مرة رائع رائع رائع، لا تفوت. خلاص كذا تغطينه وتحطينه بالثلاجة، أو إذا أنت تبين تحطينه مثلا بفريزر الوقت لأي وقت تبي تستخدمينه، هو جاهز لك لأي وقت أنت تحبين. والوعد إن شاء الله بكرة لجيت أحمسها مع البصل والثوم، وبحمسها أنا بتتبيلتها لأنه مرة حتعطيها نكهة مو طبيعية. بس بالله عليكم في أسهل من كذا؟ والله سهلة الشاورما، تبليها من قبلها بوقت، يوم يومين ما يضرها، وتسوينها بأي وقت تحبين. يسعد لي مسا الجميع. راح نكمل الآن الشاورما ونحمسها اللي احنا تبلناها أمس، بس بحمسها مع بصل وفلفل وثوم. بحمس البصل مع الفلفل الرومي لين يذبل، وبعدين بضيف له الثوم، وبعد ما يذبل شوي بحط عليه الدجاج بالصوص. بعد ما ذبل البصل والفلفل والثوم حطيت الدجاج اللي أنا تبلته أمس بالصوص معاه، وببدأ أحمسه لين تنشف مويته. تبدون تحركون لين تنشف موية التتبيلة. طبعا ليش أنا حطيت التتبيلة معاها؟ عشان الطعم يكون غني فيها أكثر. تلاحظون الحين انشفت موية التتبيلة، والحين أبدأ أحمسها إلين تتحمر الشاورما معي. تشوفون كذا بعد ما شفت المويه فرشتها بالصينيه كذا عشان تتحمر وتتقمر، وابدا اقلب. تشوفون شلون بدات تتقمر والريحه مو طبيعيه. بالنسبه للصوص اللي راح اضيفه للساندويتش، انتم بالخيار يا تحطون صلصه الثوم العاديه او طحينه. انا هنا حطيت طحينه وثوم وليمون وشوي مويه، او اذا عندك ثوم جاهز او الثوم اللي انا سويته معكم بالبروستد وتلقونها في الانستغرام مع البروستد، ممكن تضيفونها للشاورما. يعني الصوص اللي انت تحبين انك تضيفينه كله يمشي، سواء اذا كان ثوم او يكون طحينة، كله بيطلع لذيذ مرة مرة مرة. تشوفون خلاص الدجاج اتقمر، خلاص كذا استوى معي وقضى. بخليه يبرد بعدين اضيف عليه الخضرة وابدأ احشي. بحاول ابرده شوي عشان اضيف له الكزبرة والبقدونس والنعناع ونبدأ نحشي. والله الريحة مو طبيعي. الحين هذا هو الدجاج الشاورما بعد ما تحمر، بخلط معاه شوي بقدونس ونعناع وكزبرة. دهنت أول خبزة تورتيلا بالثوم، وبسوي شي ثاني بالطحينة. والحين حطيت دجاج وبطاطس ومخلل. تشوفون حطيت الدجاج مع الثوم مع المخلل مع البطاطس والكزبرة والبقدونس والنعناع. النعناع مرة لذيذ مع الشاورما. ولفوها. وهذه الشاورما خلصت. ابى احمرها على الصاج، او اذا انتم تبون الحماصه حقت الساندويتش انتم احرار، بس انا بحمرها على الصاج. الامر راجع لكم. وما شاء الله تبارك الله. وهذه الشاورما اللذيذه والسهله خلصت. لما حمرتها على الصاج
بخيت شوي من بخاخ الزيت، صارت مقرمشة أكثر من لو أني حطيتها بالحماصة. في رمضان أنا سويتها بورق القرصان الصغير، وحمرتها على الصاج وصارت برضو مقرمشة. وممكن تسوونها بالخبز العربي العادي. منزلة صور الأصابع الشاورما بالقرصان بالانستغرام، وبرضو باليوتيوب تلقونها هناك موجودة. بالعافية. والله يا بنات فيها كمية لذاذة مو طبيعية، وأنظف من حقة السوق وأسهل مما تتخيلون. وأنا قطعها ذقت صراحة، قسم بالله إنها ألذ 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 من شاورما الصاج اللي تلقونها بالمحلات، مرة لذيذة. صايرة مقرمشة ومن جوا جوسي، والطعم فيها ليمون والخل والثوم، عذاب. عموما جربوها وحتصدقون كلامي، وبالعافية عليكم وعلينا.